السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لسه مستمرين في سلسلة وصفات العيد، ووصفتنا النهاردة لذيذة جدا وتناسب اكلات كتير زي البفتيك والريش المشوية وكفتة الحات الجميلة اللي احنا عملناها مع بعض، وان شاء الله هسيب لكم لينك الفيديو بتاعها في صندوق الوصف، وغيرهم كتير من الاكلات. علشان كده هنعمل مع بعض النهاردة الرز البسمتي الاصفر اللي بالتوابل. هنعمله بطريقة سهلة وسريعة لكن طعمه هيكون لذيذ جدا، وهقدمه مع الكفتة اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده اللي بيناسبها جدا النوع ده من الرز، وبيعملوا دويتو جميل قوي على سفرة العيد. لكن قبل ما نبدأ اتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. يلا نقول بسم الله ونبدأ ونشوف هنحتاج ايه عشان نعمل اجمل رز بسمتي هتاكلوه ازاي مع بعض. تعالوا نشوف هنحتاج ايه. معايا 4 كوبايات من الرز البسمتي طويل الحب، انا هشتغل بالمج ده. والتوابل اللي هنحتاجها ملح وفلفل وحبهان وقرنفل وقرفة ورشة سكر ومعلقة كبيرة كركم ومعلقة صغيرة بودرة زعفران. زي ما انتم ملاحظين ان التوابل بتاعتي كلها صحيحة عشان ما تغيرش اللون. ومحتاجة كمان بصلاية صغيرة مفرومة، ومعايا 2 من الليمون المجفف، بس بفضل ان انا اغسلهم الاول فعشان كده خليتهم على جنب. هغسل الرز بتاعي، انا بستخدم رز طويل الحبة زي ما قلت لكم علشان ما بيكونش فيه نشا كتير. بتأكد من نظافته وبغسله بس مش بنقعه عشان اعرف اظبط مقدار المية. لو اول مرة هتعملي رز ما تنقعيش الرز علشان ما يشربش ميه منك وبعد كده ما تعرفيش تظبطي الميه قد ايه. يلا بقى نروح عند البوتاجاز ونبدا في وصفتنا مع بعض. انا هشتغل على 4 كوبايات رز، هحتاج لهم 4 معالق مواد دهنيه. هحط معلقتين من السمنه البلدي وعليهم معلقتين من الزيت، واول ما يسخنوا هنزل بالبصلايه. بصلايه صغيره جدا، انا مش محتاجه لون البصله علشان كده انا هشوحها بس مش هخليها تحمر. ولو اخدتوا بالكم انا مستخدمه بصل ابيض علشان ما ياثرش ابدا على لون الرز. هديها رشه من الملح عشان يساعد على التشويح بتاعها بسرعه وبيظهر طعمها وريحتها كده الجميله. بمجرد ما خلاص اتشوحت هضيف عليها التوابل على طول. شايفين البصل ما اخدتش لون ازاي؟ هنزل بقى بالتوابل اللي لازم تكون صحيحه عشان برضو ما تاثرش على لون الرز. احنا الرز بتاعنا هيكون اصفر فنعتمد على الكركم وبودره الزعفران، اما باقي التوابل بنسيبها صحيحه زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده التوابل ريحتها طلعت واتشوحت وبقت جميله. هنزل على طول بالميه. انا معايا 4 كوبايات رز، هحط لهم 8 كوبايات ميه. خليكم فاكرين كوبايه الرز البسمتي بتاخد 2 ميه لو مش منقوع، لكن لو منقوع كميه الميه هتقل على حسب المده اللي احنا نقعنا فيها رز قد ايه. وكده الحله بتاعتي فيها كل الاضافات اللي هتخلي الرز بتاعنا فيه اجمل طعم واجمل لون. نسيبهم يغلوا مع بعض، واول ما يغلوا نبدا نضيف الرز. شايفين لون الميه وريحتها كمان جميله جدا قبل ما ننزل الرز عليها. هنزل بالرز بتاعي اللي قلت لكم مغسول مش منقوع، مغسول ومتصفي. ودي انجح طريقه عشان تظبطي بقى الميه، خصوصا للبنات اللي لسه داخله المطبخ جديد. هديله تقليبه والنار تكون عاليه، واغطي عليه واسيبه يغلي مع بعضه كده. اهم حاجه النار تكون عاليه في الاول. خلاص كل المكونات غليت مع بعضها، الرز مع السوائل والميه. هضيف الليمونتين المجففين عشان ما انساهمش واديله تقليبه. وفي الرز البسمتي مش بنقلب كتير عشان ما يتكسرش مننا. وهغطيه وهبدا اهدي النار شويه لحد ما يبدا يتشرب زي ما انتم شايفين كده. وهنا انا مش بضطر اقلب تاني، بحب اسيب البهارات على الوش كده والتوابل الصحيحه عشان لو حابين نشيلها او حابين نزين بيها. هبدا بقى انقله على نار هاديه وعلى عين صغيره، وهسيبه يتشرب وياخد تسويته المظبوطه من غير ما اقلبه على نار هاديه. ولو عندك شياطه ممكن تحطيها. بعد ما يفوت 10 دقايق او ربع ساعه هتلاقي الرز بتاعنا مستوي زي الفل. شايفين الكميه بقت حجمها متضاعف ازاي، وحبات الرز استوت ومفيش حبايه ماسكه في التانيه. خليني اقربه لكم ونشوفوه اكتر. شايفين كل رزايه لوحدها وتضاعف واخد حجمه المظبوط وكده مستوي جدا ومفلفل وطعمه وريحته خطيره. هتاكلوا اجمل طبق رز في حياتكم. يلا بقى نشوف هنقدمه ازاي مع بعض. هناخد بقى التوابل الصحيحه اللي احنا قلنا عليها، وقلنا ليه حطيناها صحيحه. هفكركم تاني علشان ما تغيرش لون الرز، عشان احنا النهارده الرز بتاعنا اصفر، فاكيد لو حطينا الفلفل والقرفه والقرنفل مطحون هيغير جدا لون الرز، واحنا مش عايزين كده. احنا هناخد طعمهم ونكهتهم من غير ما نأثر على اللون، وبرده مش هنرميهم
انتوا عارفين طبعا ان انا ما برميش اي حاجه. شايفين قد ايه الرز مفلفل وحبات الرز لكل حبايه لوحدها ازاي. وعايزه اقول لكم ريحته تجنن، وطبعا لونه بيتحدث عن نفسه. اللون ده اخدناه من الكركم وبودره الزعفران. لو حابين تحطوا رشه كاري حطوا. لو في اي توابل باقيه مفيش مشكله، لان الرز لونه واضح فهي كمان هتكون زهره، فما تقلقوش انها هتتوه مننا ولا حاجه. هكتفي بالكميه دي ونزينها بقى بالتوابل بتاعتنا عشان نعرف اللي هياكل منها ان في توابل موجوده في الطبق. لكن لو مش حابه تضيفيها طبعا مفيش اي مشكله، بس هي بتدي بصراحه شكل جميل جدا لطبق الرز. وكل حبات الرز بتاعتنا صحيحه وما فيهاش ولا واحده مكسوره، وده ناتج على اننا ما قلبناش كتير، خصوصا بعد الرز ما يستوي. ما تقلبيش الرز البسمتي كتير عشان ما يتكسرش منك ويديك النتيجه الجميله اللي انت شايفاها دي. ايه رايكم بقى في شكل الرز بتاعنا؟ شكله تحفه ويفتح النفس. وانا هقدمه جنب الكفته الجميله اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده. ان شاء الله هسيب لكم لينك الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. حابه تسيبي الطبق جنبه كده مفيش اي مشكله، تحطهم جنب بعض مفيش مشكله. حابه تقدمي الكفته على الرز برضو مفيش اي مشكله. في الاكلات دي ما ينفعش كل واحد في طبق لوحده، لان العيله بتكون متجمعه، فاجمل حاجه ان السرفيس يكون كبير كده وبيجمعنا كلنا. لكن التقديم طبعا حريه شخصيه، زي ما بنقول في كل فيديو. التزيين والتقديم كل واحد وعلى ذوقه. الكفته مع الرز البسمتي اكله جميله جدا، مش محتاجين غير طبق سلطه وبألف هنا وشفا. شايفين شكل الطبق بتاعنا؟ فيه كل المميزات بتاعه الاكله الحلوه، طعم وشكل وريحه ولون. شكله خطير ويفتح النفس، وعملناه بكل سهوله من غير ولا وقت ولا مجهود. وكده الفيديو بتاعنا خلص، لكن افكارنا ووصفاتنا كتيره وما بتخلص. اتمنى تجربوا الرز البسمتي بطريقته ويعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.